السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وفيها افتكاسية كده لطيفة قوي. تقريبا محدش عملها قبل كده. وبعدين يا جماعة وصفة كده هنخرج بيها كده بقى عن الأكل التقليدي اللي هو اللحمة والفراخ والمحاشي والحاجات دي. بصوا بقى، أنا كان عندي نص قرنبيطة كده في التلاجة. فقلت اعمل كده منها وصفه حلوه ولذيذه، وبعدين لقيتها طعمها هايل جدا. وبعدين سالت على الوصفه دي يا جماعه، قالوا لي انها كانت جدتي رحمه الله عليها كانت بتعملها لعمامي. تعالوا بقى نشوف ايه. بصوا انا عندي حبتين بطاطس، نص قرنبيطه، شويه خضره بقى كده محترمين، بقدونس وشبت. وتعالوا بقى نبدا كده نعمل مع بعض الوصفه بتاعت النهارده. جبت كده نص القرنبيطه اللي عندي الغلبانه دي، وبدات بقى ايه اقطعها ايه شجيرات كده صغنطوطه قوي. مش هعملها طبعا شجيرات كبيره، لا هعملها كده قطع كده صغيره. وابدا بقى اقطع البطاطس بتاعتي كده حلقات مدوره زي ما انتوا شايفين. اعمليها بقى مكعبات، تعمليها حلقات، انت حره. وضبط بقى كده القرنبيطه بتاعتي كده خلاص، يعني حبه كده قرنبيط كده وبطاطس كده، حاجه هايله قوي. بصوا بقى هنسلق القرنبيطه عادي جدا، نحط شويه كمون في الميه. بصوا يا جماعه، انا طبعا مش هقدر احدد لكم القرنبيط بياخد سوا قد ايه. هنزل طبعا القرنبيط في الميه بعد ما تغلي بالكمون، وهنا برضو البطاطس بتاعتي من كل يعني البطاطسيه هم حبايتين بس. تعالوا بقى نشوف كده المقادير. هنا هحط حوالي 4 5 معالق دقيق. بصي برضو الدقيق والنشا هيبقوا حسب الكميه اللي معاكي. انا مش هأيدك معاكي، يعني هتحطي قد ايه. طبعا انت ممكن تعملي قرنبيطه كبيره. ملح وفلفل وكزبره وشطه وكمون وبابريكا وبيضتين، والخضره قطعتها زي ما انتم شفتوا، كام فص توم. هبدا بقى اقلبهم كده على بعض زي ما انتم شايفين، واجيب بقى كده كوبايه فيها ميه، وابدا بقى كده ازود الخليط بتاعي واحده واحده لحد كده ما اعمل عجينه كده، ولا هي سايله قوي ولا هي تقيله قوي، يعني الى حد ما مظبوطه. بصوا بقى، البولة التانية هبدأ بقى احط فيها كام معلقة برضو بقسماط، وهننزل بالدقيق والنشا عليهم زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى ايه اقلبهم مع بعض. وبرضو هنحدق برضو الايه، نحط بقى برضو بقية يعني البهارات او التوابل اللي احنا حطيناها على الخليط اللي هو السائل. هنحط برضو على اللي هو الناشف ده برضو كده شوية، وابدأ كده اقلبهم بقى. بصوا مش قادرة اقول لكم الاكلة دي عظمة ازاي. البطاطس بتاعتي اتسلقت، هبدأ اهرسها زي ما انتم شايفين. بصي ما تحاوليش انك انت تهرسيها قوي، اهرسيها يعني تبقى متوسطه كده، يعني تحسي ان البطاطس برضو فيها ايه جزء كده بسيط. وانزل عليها بقى بكام واحده كده من القرنبيط. المهم يعني هدمج او هعمل ميكس كده ما بين البطاطس المهروسه والقرنبيط، وهعملهم هما الاثنين مع بعض، ههرسهم هما الاثنين مع بعض. حاولي ان انت ما تهرسيش البطاطس والقرنبيط قوي، علشان يبقى فيه ايه قطع كده لما تيجي تعمليها او تيجي تاكليها تحسي ان ايه ان في ميكس عندك ما بين البطاطس والقرنبيط، والاثنين طعمهم باين يعني او واضح. وانزل بقى كده بالخلطه اللي هي السائله اللي هو البيض بقى والعجينه اللي احنا عملناها شويه كده على البطاطس والقرنبيط. تعالوا بقى بصوا بقى بقيه القرنبيط. هنزل بقى هنا كده في الخلطه دي، احط بقى الكام واحده قرنبيطه دي كده هنا. انا عايزه اقول لكم ان الاكله دي انا اللي بحبها، ولادي مش هياكلوها، بس انا عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي قوي. بس في منهم اللي دقها وعجبته جدا. بصوا بقى هنبدا بقى كده نعمل يعني ايه، نعمل كور كده من البطاطس كده والقرنبيط، وننزلهم بقى ايه في التركيبه اللي هي الخلطه الناشفه دي. بصوا بقى هعمل كده التركيبه دي، ريحتها بقى مش قادره اقول لكم، وكان طعمها هايل ازاي. طعمها حلو قوي قوي قوي. بقسماط بقى على الدقيق على النشا، مش قادره اقول لكم يعني طعمها احلى كمان من البطاطس اللي هي البيوريه اللي احنا بنعملها، يعني اقراص كده. دي طعمها مميز حاجه تانية خالص. البطاطس والقرنبيط دول طعمهم هايل يا جماعه. وبدات بقى كده بقيه التتبيله. اخد بقى كده القرنبيط بتاعي من الناشف، قصدي سوري، من اللي فيه الخلطه اللي هي العجينه السايله دي على الناشف، وابدا بقى اعمله كده واحده واحده. البقسماط كمان هيخليه كريسبي ومقرمش، ده جانب يعني الدقيق والنشا هيخليه بقى كده ليه طعم هايل قوي مميز جدا. واحنا بقى طبعا بهرنا الدقيق كده بطعم حلو قوي قوي. الاكله دي يا جماعه العشاق، الناس اللي بتحب القرنبيط او الاكل اللي هو من غير لحمه او فراخ. تعالوا بقى كده واحده واحده. هبدا بقى كده اطلع الشجيرات دي كده واحده واحده صغيره. المهم قطعيه صغير كده تحسي انها زي البوب كورن كده. وطعمها مقرمش وهايل قوي. بصراحه الاكله دي اكلتها عند عمي فعجبتني جدا، البطاطس والقرنبيط. فقال لي ان جدتي الله يرحمها كانت بتعملها، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. طبعا جبنا الزيت بتاعنا، ونخلي طبعا درجه الحراره متوسطه، مش هعليها قوي. وابدا بقى اقلي بقى الاقراص بتاعتي، اقراص القرنبيط بالبطاطس.
بصوا بقى يا جماعه، بعد ما تعمليها اقراص كده تقدري تحطيها في التلاجة شويه تتشمع، يعني تمسك نفسها علشان ما تبقاش سايحه منك. ولو حسيتي انها متماسكه والدنيا تمام، اقلي بقى بصي، ومش قادره اقولك الطعم عامل ازاي. طبعا بصوا بقى لونها كده جولد كده، ومش قادره اقول لكم. طلعيها على مصفى علشان ما تطراش منك، وتقعد اطول فتره ممكنه، يعني تبقى مقرمشه وناشفه. طبعا عايزه اقول لكم اعملوا الاكل لاولادكم بحب، وان شاء الله هيطلع حلو. طبعا هو ممكن يعني مش الولاد كلهم اللي كلوها، لان هم ما بيحبوش القرنبيط، في اللي كلوا وفي اللي ما كلش. بس صدقوني في ولاد كتير بتحب الاكل ده، والخضار عامه حلو ومفيد جدا. جربوها وربما ياكلوها وتعجبهم. بصوا بقى، مش قادره اقول لكم كانت ريحتها حلوه ازاي. المهم برضو وانتي بتقلي حاولي ان انتي توسطني يعني درجه الحراره ما تبقاش عاليه قوي، علشان ما تحرقيه، يعني ما تحرقيش الحاجه منك، والزيت كمان يغمق. طبعا انا بدات بقى اقلي القرنبيط بقى بتاعي كده، اللي هي شجيرات الصغنطوطه دي. بس كانت حلوه قوي والله يا جماعه. وبعدين بقى الناس اللي بتحب الحاجه حاره تقدري تزودي الشطه، فتبقى سبايسي معاكي، كان طعمها لطيف بصراحه. بصوا بقى، مش قادره اقول لكم كانت حلوه ازاي. وتحسي بقى ان القرنبيط بتاعك كده لما بينزل في الزيت ما بيفرش بقى منك ويبهدل الدنيا زي ما كنا بنعمل زمان كده، نشيله بقى من الخلطه والعجينه دي وهوب ننزله في الزيت تلاقي الدنيا فارت معاكي. لا لا خالص نهائي. وبعدين هتلاقيه كده مقرمش وطعمه لطيف قوي. نرش بقى كده شويه خضره عليهم، وكده حطينا ده يعني كل واحد كده بقى منهم لوحده. عندك بقى مخلل، عندك لفت، عندك زيتون، حابه تاكليه مع جرجير، تاكليه مع سلطه. كان طعمه هايل جدا، وبألف هنا وشفا. ويا رب الفيديو يكون سهل وبسيط، الافتكاسه كمان حلوه، ويا رب تعجبكم، وبألف هنا وشفا.